الإبراهيمية سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أساس توحيد، الأساس في العمل هو التوحيد. الأساس لنا المسلمين هو المعاد، الأساس النبوة، الأساس القرآن، الأساس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والأساس هي القبلة. نحن لدينا قبلة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد. نعم، قد نختلف في بعض وجهات النظر، فهذه في مكانها الاختلافات، صحيح. لماذا في مشتركاتنا لم نصمد؟ فالعدو يريد أن يقحمنا في أن نختلف في بعض الفروع التي نختلف فيها. نحن علينا أن نسوق الشباب والجيل الشباب في النقاط المشتركة والقواسم المشتركة، وأن تكون لنا كلمة واحدة، لأن عدونا واحد. حتى لو لم نتخذ عدوا واحد وكنا في أمن كامل بعد ذلك، حتى في ذلك الوقت الوحدة والأخوة كان من أهم واجباتنا، والأخوة كانت من أهم واجباتنا. والقضية الثالثة هي أن وحدة العالم الإسلامي أن لا تكون وحدة تقنية وتكتيكية حالية. لا بما أننا الآن متورطون علينا أن نكون متوحدين، لا أن نكون بما أننا اليوم لدينا مشكلة ونريد أن نحل المشكلة من أمامنا ونتحد. لا، علينا ولا أن نتحد لأن غدة سرطانية كإسرائيل، حتى لو لم تكن إسرائيل وحتى لو أزيحت إسرائيل من الوجود، نحن يجب أن نستمر بوحدتنا. أمريكا حتى لو تنازلت عن هذه المنطقة يجب أن نبقى والآن بشكل أولى، وحتى لو لم يكن أعداؤنا موجودون، نحن يجب أن نستمر بوحدتنا، وأن تكون الوحدة هي استراتيجية لنا. الاتحاد لم يكن تكتيكا، فالاتحاد لم يكن من أجل المصالح المادية. الوحدة لم تكن من أجل أن يكون الفلسطينيين يعودون لبيوتهم. لو عاد كل الشعب الفلسطيني إلى بيوته، نحن يجب أن نبقى متوحدين. الاتحاد لم يكن من أجل إزاحة التدمير عن اليمن، وحتى لو أزيحت الهجمات عن اليمن وأصلح وعيد إعمار اليمن، يجب أن يبقى الاتحاد فيما بيننا. فالاتحاد هو واجبنا، الاتحاد ديننا، الاتحاد أساس ديننا. المؤمنون إخوة، همون آیه‌ای که آغاز این جلسه خونده شد، واعتصموا كما استمعتم إلى هذه الآية في البداية التي قيل فيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يجب أن لا ندع هذه الأخوة وهذا الاتحاد فيما بيننا ولا نتركه. وإذا ما نحن المسلمون لم نلتزم برسالة رسول الله، واليوم إذا استمعنا إلى كلام رسول الله وقلنا له لبيك يا رسول الله من القلب وبقلب ومن صميم القلب وبلغة القلب وبلسان القلب لبينا، وإذا وقفنا وكنا إلى جانب رسول الله فستكون السعادة في الدنيا والآخرة لنا مضمونة. وإن لم نبتعد عن الرسول فإن قوتنا ستكون أكثر من سلاح العدو. فإذا سلكنا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤكد القرآن ونضعه أسوة لنا ونتخذ أسوة لنا، سنكون من المنتصرين. فالظلم والجرائم الكبيرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والأمريكيون أكثر من أي وقت آخر يمارسون ظلمهم ضد المسلمين وتجاهروا بظلمهم على المسلمين. عند ذلك أن سفارتها ستكون تنقل سفارتها إلى القدس الشريف، وهذه أيضا من ضمن تلك المؤامرة.
أولئك يفكرون ويعتقدون أنهم بتغيير قطعة ولا بناية من مكان لآخر يتمكنوا من خطف القدس العزيزة والشريف، القدس الشريف منا ومن المسلمين.